المناسب في المكان المناسب والانسب للمرحله. راح نتمناو كل التوفيق والنجاح لسي رضا الجدي في مهامه الجديده في الجامعه التونسيه لكره القدم. نبدا معك لبيب لانك ما كنتش حاضر البارح. نحب ناخذ رايك عوده الامور الى نصابها في الوزاره اللي رجعت لها هي التعيين واخذ القرار من الاول للاخر في تعيين المدير الفني لجامعه كره القدم. هو المديرين الفنيين الكل، باعتبار وأنه الوزارة رفعت في سقف الأجور، كانوا قبل 160 دينار والجامعات هي اللي تتصرف في بقية المبلغ. تو المبلغ كامل يصرف من طرف وزارة الشباب والرياضة بعد ما تم جدولة الأجور، معناها حسب أهمية ممكن الجامعات الرياضية، ولأنه كما قلنا فما شكون ما عجبوش التصنيف هذايا. على كل نرجع بعد نرجع نحكي على بقيه الجامعات، لانه لحد الان لم يتم تعيين مديرين فنيين تقريبا بعد 6 شهور. جامعات مستهدفه كما التايكواندو، السباحه، العاب القوى اللي خاصه ذوما 3 عندنا ان شاء الله فيهم ابطال اولمبيين وعالميين. لحد الان فراغ كبير، ما فماش اداره فنيه. الرئيس والمدربين منهم حكي وحرايري يخدموا مديرين فنيين ويخدموا مدربين. السباحه تايكواندو والالعاب القوى قلت معناها على الاقل هم الكل راهو الجامعات الكل. انا تو نحطيك السباحه والعاب القوى والتايكواندو اللي عندنا فيها ابطال عالميين. يعطيك علاش انا ذكرتهم. بقيه الجامعات زاد ما نجموش يصبروا، عندهم برامج وعندهم تظاهرات، ولكن انا حكيت لك على 3 اللي عندنا العاب اولمبيه في ظرف عامين، معناها اداره فنيه تبقى شاغره لمده 6 شهور. قلت لك معناها فراغ تام. رئيس الجامعه في يتلهى بالامور الاداريه، يتلهى بالامور الفنيه. المدربين ولا المشرفين على الاداره الفنيه تلقى في نفس الوقت مدرب وفي نفس الوقت مشرف على الاداره الفنيه. الى حد الان معناها بعد 3 شهور ما نجموش نفرزوا الدوسيات ونبداو بشويه بشويه. هي بدينا بالرياضات الجماعيه اللي هما سامحوني في الكلمه افشل الرياضات الى حد الان في السنوات الاخيره على المستويات القاريه والعالميه والاولمبيه. ما جابونا حتى شيء، جابونا الفشل وراء الفشل، خاصه اللي كنا متصدرين قرار اليد والكره الطايره والكره السله في ال4 6 سنين الاخرانيين ما جبنا حتى شيء. نبداو بها باهي مثال ديما نبجلوا الرياضات الجماعيه. هي ما نساوش بقيه الجامعات، عندنا ابطال عالميين راهم يستناو. راهو المدير الفني باش ينتقي ويختار المدربين الوطنيين، برشا الدوسيات مازالت راقده. هذاك علاش ماذا بينا الوزاره تتحرك. مثالش انت تعطي في الفلوس، يعطيك الصحه ورفعت في حجم الاجور، اما مش مشكله نسرعوا شويه، نخدموا شويه، والا نحبوا نوصلوها لاول جان في 2027 باش نقصوا في الكتله بتاع الاجور اللي باش تعطاو كل شهر يمشي يقولوا له باي باي الى اللقاء رانا ربحنا شويه فلوس في الخزنه. لا، العلم التونسي والوطن والرايه والمنتخبات والكل راهو قبل كل شيء. نضحيوا شويه ومش كل مره خرج لنا رياضي يتشكى مسكين وقاعد مظلوم وفلوسه ما توصلوش وترجع لنا نفس معناها الاستوانه، وانه الفلوس في البنك المركزي والبنك المركزي مازال التحويل. هذه معناها مع كل رياضي ما فهمناش لحد الان بعد سنوات اللي زادت الامور ما تصلحتش. على كل نقطه ونعاود نرجع لرضا الجدي. رضا الجدي ان شاء الله يكون جدي في التعامل مع ملفات كره القدم الحارقه، وبعد ان شاء الله ينال رضا ما نقولش الجميع مستحيل، لانه على الاقل نسبه كبيره بعد العمل اللي باش يقوم به. سمعنا التقرير وشفنا التقرير، فما حاجات ممكن نجموا نزيدوها. استاذ جامعي، دكتوراه فيزيولوجيا علم حركه الاعضاء، 8 سنوات محاضر بين فرنسا وتونس، صاحب كتاب باللغه الفرنسيه لهنا هذه ممكن اللي شدت انتباهي. كره القدم في المدارس، يعني نحن المدير الفني مطالب خاصه بالاهتمام بالشبان، يلزم يكون عنده فكره وكما قال هو في الفيتير، وانه ما يلزمناش معناها نقولوا في اقرب وقت العاجله ويلزمنا نصبروا. نحن مشكلتنا في تونس عندنا كلمه متداوله وتوا كل شيء توا كل شيء توا في كل القطاعات في كل المجالات، وهذاك اللي هلكنا. من توا تراجعنا ورجعنا نقطه الصفر وهبطنا تحت الصفر في السلبي. لا، يلزم نخدموا على المدى الطويل. رضا الجدي من خلال التجارب اللي مر بها في التدريب، من خلال التكوين الاكاديمي اللي عنده والشاهد اللي عنده، ينجم ينجح، اما على شرط اللي هو وأنه تكون عنده شخصيه قويه ولا ينصت الى الاملاءات، ما يكونش وذيني بلغتنا نحن. يلزم ياخذ القرارات اللي تراها صالحه مع الفنيين لخدمه كره القدم التونسيه. يلزم اهتمام كبير بالشبان. علاش قلت لا هكا بإيماء صعيبه؟ لا مش صعيب، لا المسؤوليه كبيره، مسؤوليه كبيره. يعطيك الصحه. الحقيقه عنده شخصيه قويه، وفي حاله توفر ايضا الامكانيات. لا عنده وفي حاله توفر الامكانيات ما نجموش نطالبوا من مدير فني وانه باش ينفذ برنامجه ما فماش ملاعب، ما فماش
مش بالنسبه نقطه فقط، الاداره الفنيه الموجوده حاليا ولا معناها 3 4 سنين والله تخدم في خدمه كبيره، اما في الخفاء على مستوى التكوين ورسكله المدربين، على مستوى البرامج، فما برشا حاجات قاعدين يعملوا فيها ممتازه جدا، لكن الله غالب ماهيش قاعده تخرج للعلن، لانه نحن في تونس ما نلوجوا كان على النقاط السلبيه، ما نلوجوا كان على الحاجات الخايبه، ولكن اللي موجودين توا كمدير فني ولا مستشارين فنيين قاعدين راهو والله العظيم يخدموا في خدمه كبيره، الله غالب كما قلت تعوزهم الامكانيات، لانه ما نجمش مثلا بطوله الشبان، فما كان بطوله الشبان الكاس ماهيش موجوده، ونشوفوا التقسيم نتاع الانديه، ونشوفوا المشاكل الماديه اللي تعاني منها النوادي، فما برشا انسحابات في اخر الموسم، فما فرق ما تتنقلش، يعني المشكله هذه الكل جبنا مدير فني نكمل نوفروا له الامكانيات ونخليه يخدم على روحه، وان شاء الله كما قلت عمل الرضا الجدي ينال الرضا في خاتمه المشوار ان شاء الله. اللي جدمو المهم انه زاد راهو حاجه اخرى، راهو مزدوج الجنسيه تونسي فرنسي، من توا خلينا نحدوا يا الرضا الجدي التونسي يا الفرنساوي باش بعد نحاسبوه نحاسبوه على اساس انه تونسي لا تونسي، وان شاء الله ربي يوفقه. خليل نجي معاك بين تقريب رضا فنيين، مش سي رضا الجدي، رضا الفنيين تقريبا من اللي سمعناه من البارح لليوم معناها، وفرحتهم الحقيقه بسي رضا الجدي، نلقاو زاد الشارع الرياضي تحسوا التململ مازال ما تجاوزش الخيبه نتاع المونديال، وجاء تعيين سي رضا الجدي وكانهم كانوا الجمهور الرياضي كان يستنى معناتها في انجازات اخرى في حاجه كبيره. من شيره اخرى زاد اسم سي رضا الجدي يفرض روحه كما كان يحكي لبيب، سي في باهي معناتها اكاديمي يقري في اللي نابس، معناها هو ماهوش مطالب سي رضا وغدوه باش يكون مدرب، معناتها في الاخر سي رضا مطالب برسم استراتيجيه بتخطيط، حاجات الجمهور يظهر لي توا تتجاوزوا توا في الفتره الحاليه ومش فاهمها برشا. صحيح، ممكن فما خلط كبير عند الجمهور، راهو المديرين الفنيين في العالم بصفه عامه الأغلبية، نقولوا الأغلبية معنا ما نحكوش على الكل، فما بعض المديرين الفنيين اللي هم يجيك من عالم التدريب بعد تجربة تاع سنوات، بعد قراءة متاع سنوات، بعد تجارب شاف فيها وكذا، يمشي يختص في الإدارة الفنية، يقول لك أنا اليوم نحب نخدم على تطوير الشبان. لكن راهو إجمالا نحن في تونس أول حاجة راهو في العالم أجمع فما مثلا دبلوم فيفا ديريكتور تكنيك، معنا واليوفا عندها دبلوم برو كيما اليوفا برو ديريكتور تكنيك، معنا يوفا برو اصناف الشبان ويوفا برو ديريكتور تكنيك في اسيا نفس الشيء واضح. توا باش تعملوا احنا دبلوم فيدرالي، ماهوش فيدرالي حد وحد تونس، ماهوش بشوي ما خاطر في افريقيا مازلنا ما عندناش لابيليتاسيون باش نعملوا الحاجه هذيك. دونك اجمالا الناس زي ما تفهم اللي المدير الفني ماهوش مطالب يكون مدرب كبير، ينجم يكون مدرب او معناها فشل في عديد التجارب، لكن في التخطيط في الاستراتيجيه ينجح، عنده فكرة، لكن يستمد نقطة القوة متاعه من الحاجات اللي عايشها. اليوم انت رضا جدي، نحكي على شخصي مثلا، انا السيد هذايا مثلا صح فضل عليه، قراني وقريت معاه ودربنا ولعبنا ضد بعض، ونعرفوا في تونس شنو ونعرفوا لبرا شنو، كيما خونا وسيم، كيما محمد الحمامي، كيما شو اسمه سي اسكندر القصري، تقريبا الستة فيهم انا واحد من الستة فيهم 5 صحاب فضل علي، وزملائي واخواتي اللي كان انسبكتوري واللي كان في الميموار نتاعي وغيره، كان نعرفهم شنو في عالم التكوين. انت كمدير فني راهو مهمته هو همزة الوصل بين الجامعة والوزارة وخاصة الفيفا. لازم نفهموا حاجه، لانه احنا الفلوس اللي باش ناخذوها من الفيفا في برامج التطوير نتاع منتخبات الشبان او قطاع كاتيجوري معينه او بناء مركز تكوين او احداث ملاعب او برامج نتاع الدورات ونتاع انشطه معناها لتنميه المدارك الكرويه للملاعبيه، كره القدم النسائيه وغيره كذا، اللي تشوفوا فيهم البرامج اللي يهبطوا دائما على الصفحه نتاع كما نقولوا جامعه تونسيه كره القدم، وبعض الاحيان يهبطوا على الصفحه الرسميه نتاع وزاره الشباب والرياضه. هذوما الكل هو دور المدير الفني باش يقترح البرامج هذه ويقنع الفيفا. والحاجه الاهم الفلوس اللي تهبط ترصد باسم الاداره الفنيه، باسم المدير الفني.
شدوا فاهمين. يعني الفيفا تفرض دي كريتير بيان ديترمي. انا كان نعطيكم الجري اللي مطلوبه في الكريتير باش يكون فيها مدير فني، لازم يكون عنده يا دكتوراه يا ماجستير يا ليسانس او استاذي. نقول لك الدكتوراه سامحني باش نقص عليك، خاطر سيريدا هو زاد لاعب سابق في جمعيه رياضيه بجربه، متحصل على الدكتوراه في الفيزيولوجي والبيو ميكانيك دو ليكزرسيس مسكولير. هذه 6 سنين في فرنسا كمدرب، التحق في الاقسام السفلى، التحق بالاداره الفنيه 8 سنين، مدرب عنده 96 مباراة دولية، عنده 3 بطولات افريقيا شارك فيهم ومونديال 2006. واضح. دونك باش نعطي مثال عمل عام في كليرفونتين. بالضبط. وكان في اللجنه الموسعه لاكتشاف المواهب في الجامعه الفرنسيه لكره قدم. معناها هذيك مهمه برشا الحاجه هذيك. دونك في العالم بصفه عامه احنا تو شكون الباترون تاع الفورماسيون كادر في الفيفا؟ هو ارسين فينجر. صحيح. كان ملاعبي تاع كره كبير، ظهر لي هكا كابتن خاطر انا ما خلطتش عليه. لكن انجينيور مهندس، والطلوع نتاعو كان في اليابان هكا، بيرفورمانس اللي عملها في اليابان موناكو. بعد بدرب في اليابان هو بعد مشى الارسنال. البرايم نتاعو ارسنال. للعوده للارسنال. فارسنال شنو عمل؟ فارسنال خدم على مشروع رياضي تجاري. الارسنال قعدت مده كامله من اكثر الفرق في العالم اللي تدخل فلوس من تصدير اللاعبين. دونك الفيفا كي خرج من بعد من الفيفا من الارسنال، الفيفا قدم هو بروجي للفيفا، مهندس فيه كل ما هو توا ما يعبر عليه فيفا تريننج سنتر، ينجموا يدخلوا على الموقع نتاعو اللي هو توا ناخذوا منه كل المعلومات الخاصه بكاس العالم. يعني في شارع معنا مؤسسه كامله تخدم في تقريبا 500 مدرب ومهندس ومهندس داتا رياضيه، معناها لازم يكون مدرب وقاري انفورماتيك سبورتيف وغيره كذا كذا. دونك للتطوير. دونك هو شنو دوره؟ هو باش يمثل همسة الوسط بين الوزاره والجامعه، وراه الناس مش تفهم، راهو لابيل على كونديداتور حلته الجامعه مش الوزاره. الجامعه هي اللي تطلب، يجيو الملفات عندها، تشوف لي كريتير اللي يمشيوا اللي المطلوبه، من بعد تحيل باقي الملفات للوزاره. من بعد في الوزاره فما لجنه، شكون كان فيها اللجنه؟ اللجنه شكون كان فيها؟ كان فيها المدير العام للرياضه، كان فيها المدير العام للتكوين والبحث. علاش؟ على خاطر الافير نتاع لي ديبلوم، ودور التكوين مهم، والتكوين جزء اساسي، تكوين المدربين وتكوين اللاعبين. نحكيو علاش تكوين اللاعبين؟ خاطر البرة تكوين اللاعبين من اللي هما يلعبوا، الدي نتاعو ياخذها هو اللي هو يلعب، باش مخه يتحل باش ينجم يطبق اللي يحب عليه المدرب. معناها يبداو يبنيوا له كارير ما بعد كرة القدم. شو اسمه الهياكل الرياضية، المدير العام المرصد الوطني للرياضة، مسؤولين نتاع شو اسمه المسؤولين نتاع الأربعة مديرين المعاهد العليا للرياضة، فيهم خبراء رياضيين. الجامعة هاو جايك فهمتني، وخبراء رياضيين فهمتني، اللي هم ينجموا كل اللي شاف ديبارتمون او ناس خدمت في المجال الرياضي وكل شيء، يستعينوا بالكفاءة نتاعهم، وممثلين على كل جامعة رياضية لإبداء الرأي. سي وسام الطيف اللي حضر على الجامعه، سي وسام الطيف بالضبط، كره القدم. لهنا اكيد سي رضا الجدي مش باش يخدم وحده كابتن، معناتها المدير فني اكيد باش يكون عنده مساعدين ومستشارين. في السيفيات يظهر لي اللي تقدمت كابتن، معناتها كيما يصير تقريبا في انتخابات جامعه ولا حاجه، حتى اللي يتيحوا القائمات نتاعهم الجامعه اللي البيرو اللي يهز ينجم ياخذ من القائمات الاخرين. ممكن ينجم يكون سي رضا معناتها يستأنس بالمنافسين نتاعو في البوست هذايا؟ انا نشوف من واجبه باش يستأنس، خاطر وحده تحديات اللي عنده كما قال في الفي تي ار، تحديات كبيره ياسر واكراهات كبيره ياسر. هذه كل ما ينجمش انسان وحده حتى لو كان كذا باش يلمها بكل. هو في حاجه زاد على عيون اخرى تعطيه حقائق اخرى. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى خلينا نقولوا ان انا كما البارح نتمنى له كل التوفيق، خاطر جاء في وقت صعب جدا. فما مقوله اخرى تقول الرجل الوقت المناسب وليس الوقت المناسب. هذا ان شاء الله
الوقت هذايا معناها او موفي مومون نقولوا بكل صراحه، فما ناس تجي تلقاها مفروشه ورد، فما ناس تجي تلقاها كلها ان شاء الله التحديات هذه معناها وفي ثوب السوفور هو في ثوب السوفور معناتها هو جايب شو السوفور كلمه اسمها السوفور مش واحد برك، خاطر المشكل عويص وعويص جدا عنده فروع كبيره ياسر. دونك معناها الناس الكل مش تحط اليد في اليد ويعطيها صحه، فهمتني؟ وده قالت معناها يلزموا يستانس سيلول بيان سور دوبسيرفاسيون سيلول كذا، الناس الكل تتعاون، فهمتني ولا باش نحاولوا نلقاو الوقت الحاضر، مش الوقت الحاضر مده اخرى ان شاء الله ننهضوا بالكره نتاعنا اللي معناها وصلت للقاع على اكثر واقل. مره اخرى نقول له معناها بون شانس وربي يعاونك. الحاجه الباهيه يا كابتن في المجموعه هذه اللي كونديدا كلهم ولاد الاداره الفنيه تقريبا، كلهم مروا بالاداره الفنيه سواء كمستشارين فنيين سواء كمديرين تطوير وغيره وكذا، كلهم خذوا الاغلبيه خذوا دي بوست في الاداره الفنيه لسنوات، وكلهم دي انستركتور يقريوا في المجال تكوين المدربين في الجامعه. هذا يسهل الحمام موجود حاليا في الاداره الفنيه هذا الاندلسي والمنظر الكبير معناها هذا ما يسهل ان شاء الله. نتمنى كما حكى الكابتن، نتمنى انه الناس الكل تتلم في اورجانيجرام واضح، علاش لا فهمتني الناس كلها تعطي ما عندها. باش نختموا الموضوع سي رضا معك انت ايمن، باش ضحكتك داش مازال عندي ما نقول. لا لانه البارح حكيت فيه زاد السؤال، حبيت ناخذ رايك منين البدايه، معناها منين باش نجم يبدا سي رضا اليوم في العمل نتاعو؟ والله شو نقول لك منين باش يبدا؟ حسب رايك انت. هو هذا اصعب سؤال، هي البدايه هو كان جينا نعرفوا باش نبداو ما جبناش، معناتها هو تو ما نعرفش شنو البروجرام اللي عامله، سا ديبون من البروجرام تاعو باش نعرفوا منين يبدا، ما نجمش نجاوبك على سا ديبون سامحني من سياسه الدوله عنده هو باش يطبق سياسه الدوله الرياضيه معناها ويكون همزه توصل بين الجامعه وبين هذا ممتاز قلت. وانا باش نزيدك حاجه اخرى اللي كلامك صحيح، ولكن زاد هو قدم بروجرام اللي هما قبلوه عليه، دونك نتصور اللي بروجرام بلوز او 90 99 100 50% يتماشى مع سياسه الدوله اللي تحكي فيها. دونك هو يمكن اقرب مشروع ولا بروجرام كما قلنا اموال. بارك الله فيك برنامج لان فنية من المشاريع اللي عمرها ما تحملت وعمرها ما كانت اقرب برنامج لسياسه الدوله. نتصور هذاك هو الكريتير اللي يخليه ما تنجمش تجي الدوله تطلب منها عندك بروجرام عالمي اللي هو يتماشى مع البرازيل ولا فرنسا ولا اسبانيا، يلزم ما نعرفش 100 مليار وانت عندك 10 مليارات. دونك هنا ايكارتي ديجا الدوسي هذا. دونك نتصور فما حاجه بينات الكفاءه نتاعو البروجرام نتاعو وكما قال لك امكانيات الدوله وسياستها في المستقبل. ان شاء الله هذا كله يصب فرد ما صب فرد اتجاه من اجل النهوض بكره القدم التونسيه والنجاح فيها. وعلاش ليه كان ينجح رضا جدي واللي معاه، خاطر رضا جدي ماهوش شخص هو باش ينجحنا وحده، واللي معاه ان شاء الله زاد المديرات هذوما ترجع. خاطر قبيله لبيب قال حاجه بالحق توجع القلب، الهوند والباسكيت والفولي لازم كانوا مش نقول لك ما نحكيوش فيه الموضوع معناتها كوب دافريك ابطال افريقيا هذاك سيدنا افريقيا مصر الفولي والهوند. ولا تكره كره القدم هي اللوكوموتيف، كره القدم هي اللوكوموتيف. ان شاء الله ينجح رضا جدي مع رضا جدي اللوكوموتيف هذه غير عجالي. وده هي اهم نقطه طرحت هي اول حاجه هي كما حكيت امبارح الطبقيه الرياضيه اللي اصبحت تميز المشهد الرياضي التونسي. يعني عندنا عدد صغير من الممارسين من طبقه اجتماعيه معينه، والباقي الكل اللي هم ما عندهمش امكانيات للاسف، ما عادش عندهم فرصه للولوج للانديه بالوضع الموجود بالقانون الموجود. لازم تخلص الاكاديمي تخلص لي فري كذا كذا. دونك ولا نشوفوا الوليدات في الشارع، ملاعب الحياه ما فماش، ملاعب البطاحي ما فماش، الاستقطاب تاع المواهب ما عادش فما. دونك البرنامج وما طلب منهم الكل يصب في الاستقطاب هذوما. واهم نقطتين هم كيفاش توا باش يقنعوا رؤساء الانديه، باش يقنع المكتب الجامعي، باش يقنع رؤساء الانديه باش نزيد نرفعوا في عدد المباريات لاصناف الشبان وشكل البطولات وكذا باش نجموا نكونوا احسن. وكيفاش باش تقنع الدوله انها توفر الامكانيات للاستثمار في ملاعب رياضيه وظروف وميزانيات للانديه في اصناف الشبان باش تنجم توصل للشيء هذا. ترجع كلها سياسه الدوله وامكانيات موضوع على طاوله شنو. والله بارك الله فيك. سامحني على باش نختموا كابتن معك في الموضوع هذا. انا اتمنى نرجعوا ما معنى تحط القوي مع القوي
صغار كادي بالضبط. النخبه مع النخبه يلزم سينيور يكون يلعبوا نشوف 12-0 مش معقول. وهذيك الدنيا معناها نرجع اهم حاجه من حق في فيدريدو كنا قبل يا حسره هذوك محلاه حتى هما يتستانسوا بالجمهور اكيد احنا استخدمنا عليه قبل مباراه سينيور جزء من التكوين اي صحيح سي تري امبورتون قلنا نتفرجوا ويجيو العباد تجي بكري للاستاد وما كي انت ماشي رادس بدا ديربي باغ اكزومبل تمشي قبل بساعتين وثلاث مش تغزروا لبعضكم هما يحطوا ماتش صحيح تاع جونيور نتاع يو 23 ما نعرفش انت واللي كاتوجي موجودين والعباد الكل تستمتع وحتى هما يستفيدوا من الوليدات. ما عندناش ملاعب رادس هو بيدو اللي تلعب هو بيدو ما عليه ضغط يلعب فيه الافريقي مثلا رادس والترجي وتلعب زيد يلعب زوج مباريات قبل كان عندنا المنزه برك وعملناها. لا سامحني كانت عندنا المنزه وكانت معناها عندنا الملاعب موجودين حتى ما تخزرش انت حدك العاصمه. شوف بقيه مناطق الجمهوريه كلها عندك ملاعب في تطاويق. لا عندهم ملاعب في راء ولا عندهم ملاعب موجوده وعشب طبيعي مش عشب اصطناعي يلعبوا. كانت الملاعب متوفره تو ما عادش فما ملاعب. برشا مواضيع محطوطه على مثلا والمساعدين نتاعو الملاعب مش من مشمولات المدير الفني. لا الوزاره نحكي لك الوزاره اكيد. اما اكيد انه برشا محطوطين على طاوله الموضوع هذا كل مره نفرروا حاجه اخرى. حكيتوا فيه البارح تصور هو حكيتوا فيه البارح برشا. اليوم زاد كنا نجموا نزيدوا نحكيوا فيه حتى الاخر الحصه لكن خلينا نرجعوا للاستوديو المونديال.